بصوا بقى يا جماعة، الكيكة ديت أول مرة شفتها قلت مستحيل تنجح معايا، ولما جربتها فعلا طلعت الكيكة المستحيلة. بجد بجد الكيكة ديت غريبة قوي. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. دي كيكة قدرة قادر أو كيكة الكريم كراميل. تعالوا نشوف عملناها ازاي وأقول لكم هي اتسمت ليه بالاسم ده. سهلة وبسيطة وبجد طعمها حلو جدا. في طاسة على النار كده هنزل بكوباية من السكر، هوزعها كده على نار متوسطة. مش هقلب السكر ده خالص غير لما يبدأ يلون من الأطراف كده أو من النص. اهم حاجه احنا هنعمل 3 طبقات. دي الطبقه الاولى طبقه الكراميل. ركزي قوي مع السكر عشان لو اتحرق طعمه هيبوظ الكيكه كلها. بيبقى لونه ذهبي كده بالشكل ده، ما بياخدش وقت خالص ولا اي حاجه. ركزي بس في اللون عشان ما يتحرقش منك. وبعدين هنزل عليه بنص كوبايه كده من الميه المغليه. لازم تكون مغليه عشان السكر ما يتكتلش منك ويتاخر معاكي في التقليب. هنبدا نقلب بالشكل ده لحد ما يبدا يفك بالشكل ده. يبقى احنا كده هنعمل اول طبقه اللي هي طبقه الكراميل. وبرده ممكن تختصري برده لو عندك كيسين كراميل كده من اللي بيبقوا مع الباكت بتاع الكريم كراميل، ممكن تحطيهم في ارضيه الصينيه وتلغي الفكره دي خالص. تلغي فكره ان انت تكرملي السكر، بيبقى معانا بالقوام اللي انت شايفاه ده. وفي القلب بقى اللي انا هشتغل فيه هبدا انزل بالطبقه بسرعه كده وهي سخنه، عشان مجرد ما بتبرد بتبقى عامله شبه الازاز كده، ما بتفكش خالص. يبقى احنا كده عملنا اول طبقه مع بعض. ماشي على الخطوات بس والكيكه هتطلع معاكي ناجحه مليون في المية ان شاء الله. هبدا اوزع الكراميل بالشكل ده في القالب. مش لازم القالب ده بس، عشان كان عندي انا قلت يطلع شكلها حلو. في صينيه الومنيوم في اي قالب هتمشي معاكي. تمام كده احنا جهزنا اول طبقه. الطبقه التانية بقى هنزل ب3 كوبايات من الحليب بالشكل ده. لكل كيس كريم كراميل معايا كريم كراميل اللي هو الجاهز ليه كوبايه ونص من الحليب. انا ما باخدش الكراميل زي ما قلت لكم، باخد بس البودره بتاعه الكريم كراميل وابدا انزل بيها في الحليب بالشكل ده. واقلبه الاول على البارد، واضيف عليه معلقتين من النشا. وممكن لو عندك كمان كريم شانتيه خام بيعزز الطعم وبيخليه كريمي كده وحلو قوي. هقلبهم الاول على البارد وبعدين هرفعهم على النار زي ما قلت لك لحد القوام ما يبقى نفس اللي هتشوفيه، يبقى متوسط كده، لا تقيل ولا خفيف. هنزل بيه بقى في الصينيه، بس اهم حاجه تصفيه عشان بيبقى فيه تكتلات كده. هبدا اصفيه زي ما انت شايفاه بالشكل ده. وكده احنا عملنا الطبقه التانية بمنتهى السهوله، مفيش اي حاجه صعبه ولا اي حاجه. هنعمل بقى كيكه شوكولاته عاديه خالص، وممكن تعمليها بكيكه فانيليا. هنزل بحبتين 2 من البيض وكيسين فانيليا ونص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الحليب، واضربهم كويس جدا في الخلاط بالشكل ده. كيكه شوكولاته عاديه زي ما قلت لك او كيكه فانيليا. معايا القوام من الخليط بالشكل ده. هضيف عليه بقى كوبايتين من الدقيق ومعلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح. اهم حاجه ما تنسيش رشه الملح في اي كيكه انت بتعمليها، لانها بتظبط معاكي الطعم. وهنزل كمان بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام، ولازم نعدل الكلام ده كله على مصفى عشان الكاكاو بيبقى فيه تكتلات كده ما تبوظش معاكي الكيك. وهبدا اقلب الخليط بالشكل اللي انت شايفاه ده. ممكن تعتمدي كيكه الشوكولاته دي عندك حلوه جدا، مش لازم نحطها، يعني اعتمدي الوصفه بالشكل ده. وبعدين برضو هنزل بيها على الخليط، الاتنين هيتداخلوا مع بعض كده. يبقى هم هنا سموها قدرة قادر ليه؟ لأن أول ما بتخش الفرن كل طبقة بتفصل لوحدها بقدرة قادر كده. عشان كده هم سموها كده. أنا أول ما شفت الكيكة دي استصعبتها جدا وقلت مستحيل تنجح معايا، بس من أول مرة وأنا عملتها كانت ناجحة معايا بفضل الله يعني. وبعدين أحطها في صينية أكبر شوية وهحط عليها مية مغلية لحد نص القالب. وأكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، شبكة في الرف الوسطاني. بتاخد معايا حوالي 40 أو 45 دقيقة. وبتطلع بالجمال ده. اللقطه بس اللي فاتت وهي طالعه من الفرن ما اتصورتش. بتسيبيها تبرد خالص تماما، او ممكن تبيتيها ليله في التلاجة. وبعدين بعد ما تطلعي القالب بتحطيه في ميه سخنه. وبعدين بتبدا تفك معاكي بس مش كتير، يعني ثواني كده بس عشان تعرف تنزل من القالب. حقيقي الكيكه حلوه جدا، تستاهل انك تجربيها. هستنى رايك في الكومنتات ان شاء الله. وهتنجح معاكي بامر الله لو مشيتي على نفس الخطوات دي. اتمنى بقى لو الوصفه عجبتك او وصفاتي بتعجبك ما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت حلو منك ومتابعه للصفحه، واشوفكم ان شاء الله.